رجعت لكم بفيديو جديد. الشاورما بالدجاج. تخيلي دجاج طري ومتبل بهارات شامية مميزة والريحة يا سلام. الدجاج بعد ما ينشوى على النار بيصير لونه ذهبي وطعمه قمة في الطراوة. مع كل شريحة بتخلي قلبك ينبض من السعادة. حنبلش سوا، تابعوني. أول شي بنقطع الدجاج وبعدها نضيف عليه خل ونعمل له غسلة سريعة كأنه بيتحمم، وبعدين نضيف باستا من التوابل اللي فيها كل شي من ملح لتوم لبهارات شاورما لشوية فرفشة من الفلفل الأسود، وبعدين بنضيف الزنجبيل عشان يعطي لمسة حراقة لذيذة. وإذا بدك الطعم مميز أكتر بنضيف قشر البردقان اليابس. يا عيني على هالنكهة، بتخلي الشاورما تطلع طعمتها فواحة كأنها شمعة معطرة. نخلطهم كلهم بالخلاط وبعدين بنضيف الزيت واللبن عشان يكون عنا خليط كريمي وطري، ويصير المزيج كله متماسك ومرتب. آخر شي معلقتين شطة عشان تعطي حرارة وقوة للطعم. وبعد ما سكبنا التتبيلة فوق الدجاج خليناه يرتاح بالبراد كام ساعة، لأنه لما يرتاح المزيج بيصير الطعم أعمق وأشهى. وبعد ما ارتاح طلعناه من التلاجة بنجلي مقلاية سخنة بنحط فيها الدجاج مع معلقة سمنة عشان يتحمر ويتشقق. يعني كل لقمة بتكون مليانة طراوة وسكينة، والريحة بتطلع لدرجة إنك رح تعيشي اللحظة في كل قضمة. وهون بدأت الحكاية. حضرنا المايونيز والمخلل والدبس الرمان والشطة اللي بيحبها، وحنجيب الخبز التازة وندهنه بالمايونيز ونحط قطع الدجاج والدبس الرمان والشطة عليها والمخلل. يا عيني يا عيني. وبعد ما نلف هالسندويشة بناخد الصوص اللذيذ اللي طلعت من الدجاج وبنحطه فوقها عشان كل قطمة تكون مليانة عصارة الطعم. وأكيد ما ننسى خطوة الشوي على المقلاة، وبنحط السندويش بالمقلاية ونشوي وجه الخبزة لحتى يصير مقرمش ومزهل. هالخطوة بتحفظ الطراوة جوا الخبزة وتخلي كل المكونات تلصق ببعضها. جربوا هالطريقة لأن الشاورما من مجرد أكلة، هاي تجربة كاملة مع كل المكونات.